عاوز حياتي زي الفنان كذا، انا ليه مش عايشه زي البلوجر دي؟ لو انت بتسأل نفسك الاسئله دي يبقى لازم تكمل الفيديو ده للاخر. النهارده انا جاي اتكلم معاكم عن المقارنات السامه. يعني ايه مقارنه سامه، وايه الفرق بينها وبين المقارنه العاديه، وازاي بتأثر علينا؟ اول حاجه المقارنه السامه هو ان انت بتفضل تقارن نفسك مع الناس اللي على السوشيال ميديا. يعني تفتح مثلا فيسبوك، تيك توك، انستجرام، اي حاجه من دي، وتبدا تقارن نفسك مع الناس اللي فيها. الله، الناس دي ناجحه جدا، انا ليه مش ناجح زيهم؟ انا ليه مثلا مش عندي زي الجسم بتاع الفنان الفلان؟ ليه مش عايشه حياه البلوجر دي؟ بس انا عاوز اقولك ان للاسف الدراسات اثبتت ان في السوشيال ميديا الناس بيظهروا 5% بس من حياتهم، وهم ال5% الكويسين، انما انت ما بتشوفش المعارك التانية اللي هم بيخوضوها. فللاسف ان المقارنات السامة اللي كتير قوي بيعملوها هي بتأثر عليهم بالسلب، بتأثر عليهم ان هي بتبدأ تقلل من ثقتهم النفسية، دايما بتخليهم يعملوا جلد ذات لانهم مش عايشين نفس الحياة دي، بيحاولوا يعيشوها ومش عارفين. بتخليهم دايما يقللوا من نفسهم ويقللوا من حياتهم، يقللوا من اي حاجة كويسة هم بيعملوها، وبينسوا ان الناس على السوشيال ميديا بتصدر لهم ال5% الكويسين بس في حياتهم. على عكس المقارنة العادية اللي انت بتقارن فيها نفسك بنفسك قبل كده. يعني الانجليز ليهم جملة مشهورة جدا كانت بتقول لك I don't care who's doing better than me cause I'm doing better than I was. انا مش مهتم مين بيعمل احسن مني، علشان انا بعمل احسن مما كنت قبل كده. فدي المقارنة العادية، والمقارنة العادية دي ليها اثار ايجابية كتيرة جدا. اولهم ان هي دايما بتعلي ثقتك في نفسك، دايما بتخليك مركز عليك، بتخليك انت محور حياتك مش حياة حد تاني. طيب ازاي نتجنب المقارنة السامة دي؟ الدراسات اثبتت ان التقليل من السوشيال ميديا بيساعدك جدا ان انت تمنع المقارنة السامة، بيساعدك جدا انك تركز على حياتك، تشوف جوانب حياتك انت، بتقلل من الاكتئاب نتيجة المقارنات السامة دي، وبتقلل من القلق والضغط. ومهم جدا ان انت تحاول تطبق تمرين الامتنان، كنا اتكلمنا عنه في فيديو قبل كده تقدر ترجع له، وما تنساش تعمل فولو وانت راجع ولايك. فمن نصايحي ليك لو انت عايز تبعد عن المقارنات السامة عشان تنهض بحياتك للأحسن، حاول تقلل سوشيال ميديا على قد ما تقدر، قلل سوشيال ميديا، وحاول تعمل تمرين الامتنان زي ما قلت لك لانه هيفرق معاك جدا. ما تنساش هنا في مساحة نفسية ان احنا بنقدم دعم نفسي وحلول لجميع المشاكل النفسية، فما تنساش تعمل لنا فولو ولايك. استمتع بوقتك يا صديقي.